البلاد كتقلب على البناء، حنا باغي نبنيو ماشي كنريبو. واخا نطرحوا سؤال على المسؤولين، عندك رؤيه اش باغي دير تما ملي ريبتي؟ عندك بلون اشنو باغي دير؟ عطيني البديل. اشنو ريبتيها صافي وارتاحيتي؟ واش تحققت لك الراحه ملي ريبتي؟ واش هذيك البنايه شكلت شي خطر على شي حد؟ ضرر منها شي حد؟ كاينه شي شكايه ديال شي حد؟ حجبت الرؤيه على شي حد؟ شكلت شي امر خطير على المجتمع على شي حد؟ لا. اذا فين هو عنصر الاستعجال الذي دعاك ايها المسؤول انك لا ترحم ولا تعطي لهذا الشخص فقط 48 ساعه اللي وما احترمتيش الفصول ديال 66 و 68 ديال قانون التعمير، وما احترمتيش واحد النوع ديال التراتبيه ديال الزمن اللي كينص عليه القانون. اذا سمحوا لي انا اتكلم بهذه الحرقه، لانه صراحه نحن نؤمن بالفضيله ونؤمن بمجموعه من القيم المثلى. لاجل ذلك اعتقد على ان مساله رفض المسؤول انه يستقبل مواطن وهو كيتريب ليه الرزق ديالو وكي يقول بانه هذا الشيء راه غير قانوني وغير ومتسم بنوع من الشطط في استعمال السلطه، والمسؤول جالس في المكيف وما غاديش يستقبلو بدون سبب، ماشي معقوله. انك تجي وتهدم السور اللي عنده رخصه وما عنده علاقه بالبنايه، وما عمرك ما سجلتي عليه مخالفه، وما عمرك ما درتي عليه امر ديال المخالفه، وتجي تهدم السور فقط باش تسمح ناس غرباء يدخلوا العقار ديال السيد باش يسرقوه، ماشي معقوله. باش تجي تهدم بتلك الطريقه التي لا يمكن ان اصفها الا بالوصف التي اعطاها اليه المشرع، وهو الشطط والجفاء والتعدي، إلا أنني أقول حرام. لأجل ذلك لنا ثقة في مؤسستين في هذا البلد. المؤسسة الأولى هي صاحب الجلالة، نثق فيه، ونثق ثانيا في القضاء المغربي وسوف نلجأ إليه. لجأنا في الشق المتعلق بالشق الجناية، وسنلجأ كذلك في الشق المتعلق بالإداري. الوثائق التي بين أيدي التي حصلت عليها لا تتوفر فيها المخالفة. هناك تطابق وانسجام وتناغم تام ما بين الرخصة المحصل عليها وما بين ما شيد على أرض الواقع. السلطات بانت لها بأنه كاينة مخالفة، حرات واحد المحضر معينة في 2021 حالته على القضاء الزجري. القضاء لا زال لحد الآن يلا المرحلة الابتدائية، وباقي يلا غادي يتعرض على الاستئناف، إذا لا زال الملف معروض. السلطة ما تسناتش القضاء حتى يحكم، جات دارت التنفيذ تلقائي هي مباشرة. إذا فعلت واحد الصلاحيات كيعطيهم لها المشرع. واش دارت وفق الضوابط القانونية أم أنها دارت وفق ضوابط غير قانونية؟ كتقول بأنها بلغات بالواتساب، تبليغ بالواتساب في نقاش، ولكن واش انت القيد كتبلغ بالواتساب انت مفوض قضائي؟ انت جهه مبلغه؟ الا بغى كاع شي حد نطرحوا معاه النقاش القانوني ديال الواتساب، نطرحوا معاه مفوض قضائي ماشي القيد. قيد انت عندك الصلاحيات ديالك ديرهم، الله يرحم لك الوالدين، ما تدخلش ليا الاختصاصات ديال الاعوان القضائيين. هذوك المفوضين القضائيين عندهم السلطه ديالهم، عندهم قانون، ولا دار عندهم محضر ديالو غيديرها ليه. كيقولوا لنا كلام اخر عاوتاني سمعناه، كيقولوا انهم داروا التعليق علقوا في الباب. كاينش هادشي. واخا انا دابا في المغرب انا كنطلب للساده المفوضين القضائيين، انا عندي المكتب ديال المحاماه، انا كنبغي نفعل اليه ديال الفصل 39 ديال التعليق، حتى شي حد ما كيديرها. واش هذا الفصل ما دارش في المغرب تجي تطبقوا انت غير على هذا السيد؟ سمحوا لي، فين هو التبليغ ليه؟ الحال انه السيد كاين وكاين العمال ديالو والمحل. وجيتي يا صاحبي كنتكلموا على الشطاطه صاحبي، جيتي واخا ما كاين حتى شي مشكل، بغيتي تهدم، بغيتي تفرح، بغيتي تقلع الشجر والنخل والحجر والشجر، قلعتي كل شيء، المكانه ديال الدوله جديتيها. علاش؟ الجهه القضائيه
صمتوا الجهة السلطات المحلية الذين يعملون على نفاذ القانون. اش داك تحيد المكانه ديال الظلمه وعلاش ديتيها؟ واش انت قيد او باشا او كما بغيتي تكون؟ واش عندك هاد الصلاحيات؟ هل وصل السيد مخلص هذا عداد كهرباء وماء، تجي انت كسلطه تحيد ليه الماء باي حق؟ دفعتي الامر للقضاء، تسنى يا اخي القضاء، راه حنا سواسيه امام القضاء، مؤسسات كنا او اشخاص، وعلينا ان نحترم القضاء. هل انتهى القضاء؟ لم ينتهي. اذا لماذا؟ ما هو وجه العجل؟ ما هي وجه السرعه؟ ما كاينش.